هو يجري حاليا أو أمر. الماضي والأمر مبنيان. ما معنى مبني؟ المبني هو الذي لا تتغير حركته. كلمة محمد كلمة معربة، لأنني إذا وضعت قبلها إن ستصبح إن محمدا، إذا وضعت قبلها إلى تصبح إلى محمد، إذا وضعت قبلها قرأ تصبح قرأ محمد، فهي تتغير. الكلمة التي يتغير آخرها هي كلمة معربة، الأسماء معربة، لكن الفعل الماضي دائما في آخره فتحة. قرأ، أكل، شرب، عطش، ركض، دائما آخره فتحة. وفعل الأمر في آخره سكون دائما، كل، اشرب، اقرأ، اركض. فهنا نحن انتهينا من ثلثي إعراب الأفعال. بقي عندنا الثلث وهو إعراب الفعل المضارع. الفعل المضارع لا يجر، لا يمكن أن تجر فعلا، الفعل لا يمكن جره. الجبل يمكن جره والفعل لا يمكن جره. الجبل لأنه اسم يمكن أن تجره، إلى الجبل. الفعل لا يمكن أن يجر. بالتالي الفعل المضارع عندنا 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون مرفوعا، سيكون مرفوعا إذا لم يأتي أحد قبله ويغير له حركة. يذهب الرجل، يأكل الرجل، يشرب الرجل، يركض الرجل، يبقى مرفوعا. يركض يبقى مرفوعا وعليه الضمة، ما أحلاه. يأتي قبله ناصب فيغير حركته إلى الفتحة. من أشهر النواصب أن ولن وكي وحتى. كلمة حتى فيها تفصيل نتركها. أن ولن وكي. يركض الرجل، أن يركض الرجل، كي يركض الرجل، لن يركض الرجل. فهنا سينصب، فإذا جاء قبله ناصب سينصبه، وإذا جاء قبله جازم سيجزمه وتصبح حركته السكون. وأشهر حروف الجزم هي لم. لم أذهب، لم أقرأ، لم أركض، لم أأكل، فصارت حركة الفعل المضارع هنا السكون. وهناك حالات أخرى للجزم تحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن أنا كما قلت لك أنا هنا أعطيتك القواعد العامة التي تستخدم في أكثر كلامنا، يعني تقريبا هذا 75% أو 70% من الكلام، وهناك أشياء أخرى لابد من أن تتعلمها. كذلك عندنا شيء نحن لم نتكلم عنه ولا نحتاج إلى أن نتكلم عنه. شوف، لم نتكلم عنه ولا نحتاج أن نتكلم عنه. انتبهت؟ ما هو هذا الشيء؟ وهو إعراب الحروف. حروف مثل لن ستبقى لن حيثما كانت، في ستبقى في حيثما كانت، فهذه لن تتغير. وكذلك إعراب الضمائر التي مثل الهاء، عليه ستبقى عليه أيما كان موضعها. منه ستبقى منه، الهاء عليها ضمة أيما كان حالها، فهذه لا تتغير ولا حاجة للكلام عنها، لأن لا أعتقد أن هناك من يخطئ فيها أساسا. فإذا فهمت ما سبق أنت فهمت تقريبا 70% من الكلام الذي نتداوله كيف يعرب. لكن تبقى أن تعرف شيئا مهما جدا: علامات الرفع والنصب والجر والجزم، لأن ليس دائما الرفع يكون بالضمة، وليس دائما النصب بالفتحة، وليس دائما الجر بالكسرة. لا، هناك حالات، مثلا 2 ترفع بالألف وتنصب بالياء 2، وتجر بالياء 2، فهذه لا بد من أن تدرسها وأن تحفظها حتى لا تخطئ فيها. لا يمكن أن أختصرها لك هنا، ولكن إذا بحثت عنها ستجدها مسهلة ومعمولة على شكل تشجير وكذا. وطبعا كما قلت أنا هذه مجرد مقدمات، أهملت ذكر كثير من القواعد والأمور التي يحتاجها الإنسان. مثلا أنت تستطيع بعد هذا الدرس، بعد أن تفهمه فهما جيدا، أن تنتقل لسماع شرح النحو الصغير للدكتور سليمان العيوني أو غيرها من الشروحات التي ستسهل عليك علم النحو. علم النحو يحتاج منك إلى تكرار وإلى ممارسة، بمعنى أن تأتي إلى كثير من الجمل وتعربها وتمارس هذا الإعراب، ثم تعرض إعرابك. هل أنا أعربته بشكل صحيح؟ تعرضه إما على كتاب أو على شخص يقيم لك وينبهك إذا أخطأت. فمثلا تأتي تفتح كتاب من كتب إعراب القرآن الكريم وتبدأ أنت تعربها كلمة كلمة، ثم تفتح كتابا من كتب إعراب القرآن تنظر هل أعربت إعرابا صحيحا أم لا، وهكذا أنت تمارس حتى تتقن هذا الأمر. وأسأل الله لي ولك التوفيق. هذا والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.